السلام عليكم. ازاي تقدر تستغل الاجازه؟ صح. انا ما اعرفش ممكن يبقى بالنسبه لك دي اجازه ولا لا، بس في ناس يا اما بتروح تشتغل في الصيف عشان هو فاضي، وفي اللي بيشتغل عشان هو مضطر، وفي اللي بيبقى في النص يعني هو عمال يدور بس في نفس الوقت مش عايز يشتغل، بس او ما عندوش اصلا الكونسبت دوت اللي هو اشتغل في الصيف وكده. آه فانا في الفيديو ده ان شاء الله هقول لك ايه انسب حاجه ممكن تطلع بيها من الاجازه، اللي هي شهر اتنين تلاته ايا كان انت في سنه كام يعني، ولا انت عندك كام سنه. طبعا ده من وجهه نظري يعني. تمام. اول حاجه يا معلم، انت المفروض، مش المفروض يعني بس يفضل انك تتعلم حاجه اسمها، انت اكيد سمعتها قبل كده، هاي انكم سكيل. هتقريبا هتكلم عن الموضوع ده بس في الفيديو ده، مش مفيش حاجات كتيره ممكن تعملها عشان تغير حياتك. تلعب رياضه مثلا، لغه، رياضه، جزء رياضي، جزء لغوي، وجزء له علاقه بالفلوس وكده. فلو انت يعني، انا شايف انك بصراحه انسب حاجه تعملها حاليا انك تتعلم هاي انكم سكيل، واكيد انت سمعت عنها، ولو ما سمعتش عنها فهي معناها مهارات ذات دخل عالي يعني، او مبقاش عالي قوي بالمناسبة، بس يعني ساعات بيبقى عالي وساعات مبيبقاش عالي، فاهم. المهارات دي عاملة زي المونتاج، البرمجة، ال AI automation، ال AI prompting engineering، حاجة شبه كده. الحاجات اللي دي كلها يعني انا مش عارفها كلها بصراحة، بس انا شايف ان دي انسب حاجة تعملها في الاجازة بصراحة، انك تتعلم حاجة من دول، تدي لنفسك، طبعا بانك لو انت فاضي يعني، لو انت فاضي من 3 ل5 ساعات يوميا على مهارة معينة. تعمل ايه؟ معرفش، بجد ما اعرفش. كل اللي تقدر تعمله انك مثلا اخترت ال AI اوتوميشن، اخترت المونتاج، اخترت الموشن جرافيكس، اخترت اي حاجه، افتح يوتيوب، شوف فيديو عن الحاجه ديت، يعني ايه الحاجه دي في العموم، يعني ايه مونتاج، وهكذا يعني. ولما تفهم الحاجه ديت شوف حاجه اسمها كراش كورس عن الحاجه ديت، يبدا يفهمها لك بتفصيل اكتر سنه، ولو عايز تكمل فيها بتبدا تكمل وتطبق وهكذا يعني، ولازم تطبق، لو ما طبقتش انت كده ما عملتش حاجه، فاهم قصدي. ف احنا كده قلنا على موضوع الهاي انكم سكيل، وممكن طبعا يواجهك مشكلة كبيرة، وهي انك غالبا مش هيبقى معاك جهاز. لو قدرت تستلف بتجيب جهاز، تمام. لو ما قدرتش حاول تشتغل وتجيب جهاز، او تعمل اي حاجة وتجيب جهاز، اللي هو لاب يعني، لابتوب. ارخص لاب دلوقتي يشتغل معاك كويس ب10 آلاف جنيه، يشتغل معاك كويس، ركز معايا، يشتغل معاك كويس، يعدي معاك الدنيا. تمام. في ارخص من كده، في اغلى من كده، ما طبيعي يعني. ف أنا شايف ان دي خطوة حرفيا ممكن تغير حياتك. تاني حاجة تعملها انك ممكن بقى توثق رحلتك على النت وانت بتعمل الحاجه دي، وانت مثلا بتتعلم AI اوتوميشن، تنزل فيديوهات تقول انا قررت اتعلم AI اوتوميشن في 30 يوم وده اليوم الاول، فاهم، وهكذا يعني. هتبقى بقى ضربت عصفورين بحجر، تبقى اتعلمت هاي انكم سكيل، وبدات محتوى، وانت كمان انت بادئ مع الناس من الصفر، اللي هو انت شخص مبتدئ ثم متوسط ثم مستواك بقى احسن، فبالتالي ثقه الجمهور فيك هتبقى افضل بكتير يعني. آه... تاني حاجه بقى طبعا الجزء الرياضي. انا بجد حرفيا ما اعرفش ازاي ممكن حد يعيش من غير رياضه. لو انت يعني ما بتعملش مجهود بدني في يومك، فاهم، يومك مثلا عباره عن مذاكره، حاجات اونلاين، بتخلص بروجيكتس اونلاين تبع الجامعه، او شغال اونلاين، فهكذا يعني. الحياه كلها بقت قاعد على مكتب وهكذا. فالحاجات ديت انت اصلا كانسان بطبعك المفروض بتتحرك وبتبذل مجهود بدني وكده، فانت بتعمل عكس اللي انت مولود عشانه. فانت محتاج تعمل رياضه عشان انت ما بتتحركش. مش شرط الرياضه ديت جيم ولا حاجه، اي رياضه ان كانت هي ايه. وبالعكس ما تقوليش المشي، تمام، ما تقوليش المشي يعني، اعمل حاجه تانية. المشي حلو وكل حاجه نفسيا وكل حاجه، بس اعمل رياضه بجد تبذل فيها مجهود كبير في وقت قليل، زي الجري مثلا، كاليستانكس، جيم، باركور مثلا. باركور معرفش بصراحه ممكن تتعلمه بكوتشي ولا لوحدك. كروس فيت، كروس فاير، لا فاهم قصدي. فانا شايف الموضوع الرياضه ده انا ما اقدرش اعيش من غيرها حرفيا. أنا حتى لسه جايب، المفروض يعني المفروض ان هو يجي في اليومين الجايين دولت، بس هو لما الفيديو ده ينزل هيكون جه المتوازي. المتوازي ده انا كان نفسي اجيبه من 3 سنين والله، وجبته الحمد لله. المفروض اني جبته يعني، هو في الطريق.
كده احنا ايه، طبعا بقى الجزء اللغوي. طبعا انا بتكلم دلوقتي حاليا شخص معاه الصيف فاضي، تمام؟ عشان ما تجيش تقول لي اجيب وقت منين ده كله. انا بكلمك لو انت معاك وقت اللي هو اليوم كله بتاعك، فاهم قصدي؟ هي انك ممكن تتعلم انجليزي. وبصراحه انا ضد فكره ان انت تبقى طول اليوم عمال تتعلم، فاهم؟ تتعلم 3 4 ساعات اي اوتوميشن او مونتاج، وتعلمتها ساعتين انجليزي على ساعتين رياضه، فاهم؟ هتحس بالانجاز، بس انت حاليا تحركك او معدل التقدم بتاعك كده حته صغيره. ليه حته صغيره؟ عشان انت بتتعلم بس، لسه ما وصلتش لنتيجه فعليه. انت ممكن تدمن التعلم. انا عن نفسي ادمنت التعلم. ليه؟ لان هو اسهل حاجه اصلا ممكن تعملها. انا اسف يعني في اللي انا بقوله، بس بجد هو اسهل حاجه ممكن تعملها في في مراحل عمل حاجه معينه. يعني مراحل مثلا انك تتعلم حاجه مثلا زي المونتاج، فالتعلم ده اسهل حاجه. انك تشتغل اصعب، انك تدور على عميل اصعب، انك تعمل كذا اصعب، انك تدور على شركه اصعب، انك تشتغل في شركه اصعب، انك تتعامل مع الموظفين اصعب، انك تتعامل مع كذا اصعب، فاهم؟ الحاجات دي كلها اصعب بكتير جدا من كونك شخص عايز يتعلم وخلاص. فانت لو فضلت في دايره التعلم، والله ما هتعرف تطلع منها، وهتستمتع بيها، وهتحس انك بتنجز، بس انت بتنجز او بتنجز حاجه ملهاش تاثير اصلا، يعتبر ملهاش تاثير. فاهم قصدي؟ الشمس هتغيم ولا ايه؟ اعتقد كده بقى ايه المفروض تطلع من الفيديو ده. المفروض يعني انك تتعلم هاي انكم سكيل، تلعب رياضه، تتعلم لغه اللي هي غالبا انجليزي، غالبا يعني. تمام، وده اللي انا كنت عملته الحمد لله، الحمد لله يعني. وعايز اعمل بقى تاني، اشوف هعمل ايه. أه، لو انت بقى شخص معكش وقت، شغال 12 ساعة وعندك ساعة ساعة ونص مواصلات، تعمل ايه؟ انا هقول لك على الحل. صعب جدا، تمام؟ وخصوصا برضو خصوصا لو انت شغال اصلا طول حياتك، يعني مش في الصيف بس او مش فترة مؤقتة. يعني الموضوع معايا كان ممكن يبقى ابسط شوية عشان انا كنت شغال فترة مؤقتة، فاهم؟ ها انت بقى لو شغال دايما، فانت تعمل ايه؟ هو انت هتعمل حاجة من اتنين، من تلاتة. هما تلات حاجات صح؟ احنا قلنا هاي انكم سكيل، دي اللي هتجيب لك فلوس. قلنا انجليزي ورياضة. انت يا اما هتختار انجليزي والرياضة، يا اما هتختار هاي انكم سكيل والرياضة. ولو هتضحي بحاجة، انا اسف يعني، هنضطر نضحي بالرياضة، لان الفلوس اولى. يعني للاسف الفلوس اولى. هتقول لي الفلوس اولى من صحتي؟ مش اولى من صحتك، بس هي اللي هتخليك بعدين تسيب الشغل ال 12 ساعة وتشتغل اقل 11 ساعة مثلا. ده مؤاخذة. المهم ان انت يعني هي اللي هتخليك تابجريد. معلش ولا بالانجليزي، تابجريد يور لايف. عشان ايه؟ انا تطور حياتك او تطور حياتك، هي تطور حياتك، انك تقدر تسيب الشغل ده، فيبقى معاك وقت بعدين للرياضة. فانا شايف ان الفلوس بصراحة او الشغلان اللي هو الهاي انكم سكيل، يعني في الفيديو ده الهاي انكم سكيل هتبقى افيد لك من انك تروح الجيم. الا بقى لو انت عايز تبقى كوتش، دي حاجة تانية. طبعا الجيم او انت جيم صح، انا قصدي رياضة في العموم مش كده. لو تعرف تعمل الاتنين فانت جامد، تمام؟ فانت انا نفسي لما كنت بعمل الاتنين كنت باجي على وقت الرياضة شوية. ما كنتش بتمرن ساعة ونص، ساعة كنت بتمرن نص ساعة تقريبا، ولا 35 دقيقة. مش رقم يعني. ف بس انا ضد اصلا فكره ان انت تاجل الرياضه، بس نعمل ايه؟ انت مضطر انك، اصل انت لو ما اجلتش الرياضه وما ركزتش على هاي انكم سكيل، هتفضل واقف في نفس الدايره. فاهم قصدي؟ اه الرياضه هتغير حياتك وتغير نفسيتك جامد. ممكن بقى تقضيها جري مثلا، لو هتعرف مثلا. أصل انت هتيجي من الشغل دماغك ما فيهاش اصلا مجهود، ما فيهاش طاقه، قصدي تبذل مجهود. مفيش اي حاجه تخليك تشتغل او تعمل حاجه تانية، تتمرن او اي حاجه تانية، فاهم قصدي؟ وخصوصا لو 12 ساعه. فانت المفروض، يعني انا بقول المفروض، طبعا الكلام ده انت مش هتمشي عليه بالحرف. طب لو مشيت عليه بالحرف، انت فين شخصيتك يا معلم؟ تحط وجهة نظر كده مع وجهة نظري، عشان نوصل لافضل وجهة نظر في الموضوع يعني. ف المفروض قبل الشغل هو اللي هتتعلم فيه. لو قلت هاجي بعد الشغل، والله ما هتعمل حاجه. يا عم والله انا بقولها لك اهو، والله العظيم ما هتعمل حاجه. يومين ثلاثه وهتوقف. ممكن الرياضه مثلا لو انت ما تسكتي بقى، ممكن الرياضه لو انت بتحبها ممكن تعملها بعد الشغل، فاهم؟ لو هتلاقي لها وقت هتتصرف لها في وقت. ما تسكتي بقى يا عم انت، ما تهدى بقى. فهتعرف تتصرف لها في وقت يعني. لو انت بتحب الرياضة، فاهم؟ هتجيب لها هتدبرها. عشان اشرب.
طبعا الفيديو مش مرجع ليك انك تغير حياتك يعني. كنت عايز اعمل فيديو تاني بصراحه، خليني متعوب عليه شويه، مش اطلع اتكلم قدام الكاميرا كده وخلاص، لاني بحب كده بصراحه. انا بحب اتكلم قدام الكاميرا من غير كت، من غير اي حاجه، من غير اديت كمان. ما بحبش الحاجات دي، ما بقتش احب الحاجات دي. بتحب الهدوء، فاهم؟ ما اعرفش اصل الصوت بتاع المايك هيبقى حلو مناسب للهدوء اللي انا بقوله ده. سمعت حاجه. المهم، ف نيجي بقى للحاله التالتة، وهي الشخص. هو مفيش حالتين صح؟ واحد شغال واحد مش شغال. واللي مش شغال، هو واحد شغال واحد مش شغال. انا عن نفسي، بلاش اتكلم عن نفسي، اعتقد كده كفايه. فاهم يعني؟ ده اللي اقدر اقوله لك في موضوع انك تغير حياتك ازاي. وحرفيا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بتوفيق ربنا، انا من 3 سنين كنت بتمنى اللي انا بعمله حاليا. انا ما وصلتش حاجه كبيره يعني، ما وصلتش حاجه كبيره قوي، فاهم؟ لان الحاجات دي تاخد وقت بصراحه، تاخد وقت كبير قوي. بس انا وصلت لحاجه، وصلت قصدي لكل حاجه انا كنت كاتبها. كل حاجه انا كنت عايز اعملها كمبدا، اللي هو مثلا اتعلم كذا واشتغل بيه، اتعلم رياضه كذا واعمل، فاهم كده؟ كل ده انا عملته الحمد لله بتوفيق ربنا من 2016 2022. خلاص بقى، من 2022، فاهم؟ المفروض انا كده عملت الهدف الاولاني بتاعي، المفروض اكمل بقى الهدف التاني اللي انا بسعى له دلوقتي. وبس كده. طبعا انا بسعى للحريه، بسعى للحريه المطلقه. يعني اقصى مراحل الحريه انا عايز اوصلها في حياتي، اقصى مراحل الحريه في حدود الدين طبعا، وحدود ال اسمها ايه، القانون. تمام؟ أكيد مش هعمل حاجه مخالفه للقانون لك انا حر، انا عايز ابقى حر، مش منطقي. او اعمل حاجه حرام لك انا عايز ابقى حر، مش منطقي برضه. ف طبعا مش في حدود العادات والتقاليد. لا، ما بحبش انا اقيد نفسي بحاجات احنا اخترعناها اخترعناها. تمام؟ وبس كده، الفيديو خلص. انا مش بنصحك، انا بس بفرش لك وجهة نظر حلوة. بفرش لك وجهة نظر، يمكن ايه، في حاجة جاية تنور في دماغك، تخليك انت اللي تقرر بعد كده، ما تمشيش ورا الكلام اللي انا بقوله، فاهم؟ وبس كده.